السلام عليكم، واش راكم متتبعاتي الغاليات؟ ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة كيفاش نمسح الزجاج نتاع داري. كيما راكم تشوفوا الزجاج نتاعكم يولي يبرق. تبعوا فقط الطريقة للأخير. وما تنسونيش بجام كومنتير لي تشجيعي وابونيو القناة ليصلكم الجديد وباش تكبر القناة نتاعي. للحق لهنايا بالك تنسوني بجام ما تبخلونيش اخواتي ليش؟ الغاليات. فوالا، هنايا وريت لكم يعني كيفاش الحالة راهي تبرق، باش نحمسكم وتنوضوا نتوما ثاني تروحوا تمسحوا الزجاجات نتاعكم. عيمالا ما نطولش عليكم وراح نوري لكم الخلطة نتاعي. هنايا عندي إناء ولا امبول، درت فيه كميه نتاع الماء وراح نضيف له الخل. هنايا ما درتش باسكو خلاص يعني في هذا المقطع خلاص مسحت الدجاج نتاعي، برك حبيت نوري لكم الطريقه نتاعي. ورفدت الشليق لازم يكون نظيف، يعني خاصه بالزجاج، ما ديريش لحاجه واحده اخرى تمسحي بها لي مبل تاع الخشب ولا يعني تاع الزجاج سبيسيال يكون نظيف ما فيهش فيه دهون ولا. بيان سور الخل اللي عندك في الدار، يعني الخل ينظف ويعقم يعني رائع رائع رائع. فوالا. وعندي تانيك، وهنايا ثاني عندي فوالا شليق يكون نيلون كي شغل ثاني باش يمسح لك كامل لي طاش اللي قعدوا في الماء. هذا في بلاصه الجورنال. تبعوا فقط الطريقه وراح تشوفوا النتيجه، يعني نتيجه روعه. هنايا مسحت كامل يعني درت كامل مسحت كامل الزجاجات نتاع الدار بما فيهم حتى طواقي كيما راكو تشوفوا، خاصة اللي عندهم لي كوبي مارت تاني يساعد بزاف. وراح ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة ان شاء الله راح نشارك معكم يعني الوصفات نتاع لافايونس تاني. الى اللقاء.